طلع كده الراجل المحترم ده، تمام، وانزل تاني. طبعا هو مش قادر يطلع، مهنج يطلع. الفرق بين ان انا اطلع طلعه كامله ونص طلعه. الفكره كلها ان احنا زمان لما كنا بنتمرن في الجيمات بتاعتنا الشعبيه اللي كلنا اتمرمطنا فيها، كان في عدم وعي من بعض الكباتن المحترمين اللي فوق دماغنا. جايين النهارده نصحح بعض المفاهيم اللي لسه بتتكرر لغايه دلوقتي في الجيمات الشعبيه وبعض الجيمات الكبرى. الفكره كلها ان احنا هنقول على تمرينه البطن. لو انت عايز تتمرنها يلا بينا اطلع. لما عاوز اشتغل بس على عضلات البطن اللي هي الريكتس ابدومينس بطلع نص طلعه فقط زي ما طلع كده الراجل المحترم ده، تمام، وانزل تاني. طبعا هو مش قادر يطلع، مهنج يطلع نص طلعه وانزل تاني. الفكره في ايه؟ ان العضلات دي بتبدا من البيوبيك من منتصف الحوض وبتروح لعظمه القص، عشان كده بودي عظمه القص الى منتصف الحوض. لو طلعت طلعه كامله لازم نسنده طبعا قلنا وننزل تاني. التمرين ده اسمه سيت اب، واللي بيشارك فيه عضلات اسمها الهيب فليكسورز، عضلات الحوض اللي هي الاماميه، عشان تخليه يكمل بقيه الحركه اللي هو بيشتغل عليها دي. تمام؟ احنا مش بنقول ان التمرين غلط، بس بنقول لو عايز تلعب بطن فقط اطلع نص طلعه، عايز تلعب بطن ومعاها وراك اطلع لطلعه كامله. والتمرين ده بيقاس على جميع التمارين. اي تمارين بيتحرك فيها رجلك بتطلع وبتنزل بتشغل معاك عضلات الحوض. مش معناها ان بتعمل حاجه غلط، بس معناها ان انت شاركت بعضلات الحوض اكتر من عضلات البطن. تحياتي. ايه تاني ممكن نقوله؟ اقفل يا ابني.